السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الحوت حبايب قلبي صفوا النية كده، تفعلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا حبايبي اللي أول مرة بيزوروا القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو يا ولاد، وننزل نكتب كومنتات نصلي على الحبيب وكمان نستغفر. ولازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، إنه لا يعلم الغيب إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. في عندكم مبلغ مالي هيكون في ايديكم، الفلوس اللي هتجيلك دي مش هتكفي كل احتياجك، هي هتكفي جزء، لان المبلغ مش كبير بس مبلغ بيقضي الغرض. في عندك مصلحة انتوا هتروحوها، هتخلصوا فيها اوراق. الورق ده انت عايز تخلصه او تنجزه. في مصلحة انت هتروحها وهتخلص فيها ورق. عندك حرف الميم ح دال، اه وفي حرف كمان العين. لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل على النبي. انت ما تحاولش ان انت تضيع وقتك وطاقتك وحاجات ملهاش اي لازمة، لان الناس اللي حواليك دي مش مقدرة كده. انت بتضيع وقتك وبتتجدعن وبتكون جدع مع ناس، اصلا الناس دي انت لو في الموقف ده انت مش هيكونوا موجود جدعان معاك. انت بتتعامل باصلك، حاول ان انت تدور على نفسك برضو، حاول تهتم بنفسك، حب نفسك. في عندكم كمان حمل قريب. انت ما شاء الله حاجة حلوة، انت ما شاء الله عندك ذكاء وبتعرف تحتوي الشخص اللي قدامك، حتى لو الشخص ده بالنسبة لك عدو، انت بتعرف تقلب العداوة دي محبة، ودي حاجة كويسة يعني ما شاء الله عليكم. يعني مش اي حد يقدر يعمل كده. بتقدروا ان انتوا لو الشخص اللي قدامك ده عدو بالنسبة لك او هو انسان مش كويس، باسلوبك ولقبتك ولبقتك ان انت تغير العداوة دي لمحبة. وكويس ان انت بتقدر تتغلب على الناس الوحشة، ودي ميزة حلوة. انت تقدر تتغلب عن الناس اللي مش كويسة في حياتك، وبتقدر ان انت تقلب العداوة دي لمحبة بطيبة قلبك، لان انتوا طيبين وعندكم في طيبة قلب. لو حد مش كويس في حياتك بتقدر ان انت تكسبه لصفك وبطيبة قلبك، وبتتعاملوه بنيتكم، وعلى نيتكم بترزقوه. الصحة عندكم الحمد لله فيها استقرار، بس كان في حبة تعب كده بسيطين. ربنا يديكوا الصحة يا رب. في الحمد لله ان انتوا دي حبة تعب بسيط والحمد لله والدنيا معاك تمام. في حد انت بتحاول تديله نصيحة لكن في حاجة مغمياه، انت بتحاول تنصحه وبتقوله كلام في مصلحته لكن هو ما بيستجابش للنصيحة دي. فانت عملت خلاص اللي عليك وقلت كل اللي عندك، هو استقبلها منك او ما استقبلهاش دي حاجة دي ترجع له هو. الفترة دي انت بتعمل حاجة عايز تكون مصدر رزق بالنسبة لك، مش متيسرة معاك قوي، لكن هي هتنتظر يعني ان شاء الله هيكون في تيسير عندكم بعد 7 نقط بإذن الله. وفي حاجات هتكون في مصلحتك كتيرة ان شاء رب العالمين. انت حاسس بالوحدة، انت حاسس بالوحدة وحاسس ان انت لوحدك، بس متأقلم في الوحدة دي. انت بتأقلم نفسك وبتسسس بنفسك حسب اي وضع، اي وضع انت تتحط فيه بتأقلم نفسك عليه. انت اتخدعت في شوية ناس في حياتك، واللي انت اتخدعت فيهم دول خدت حذرك، خلاص قلت بقى مش عايزة اجرب تاني ومش عايزة اتخدع في حد تاني. لا اله الا الله محمد رسول الله. آه
اللي بيدوروا على الحمل او ولادة، ان شاء الله هيكون عندكم حمل، وان شاء الله ربنا يرزقك يا رب باللي تفسكوا فيه باذن الله. اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين امين يا رب العالمين. هيكون عندكم حمل وقريب، وان شاء الله هيكون ولد اللي نفسهم في الحمل، واللي مش عند حمل عندكم حبة حمل انتوا شايلينه. اللي متجوزين طبعا الطاقة بتختلف، مش كلكم مش متجوزين وكلكم مش عايزين تخلفوا. لو انت متجوز هيكون عندكم حمل بإذن الله، هيكون عندكم في حمل وولد بإذن رب العالمين، أو حمل الفترة دي بإذن رب العالمين. لو انتوا مش متجوزين ده هيكون في شوية حمول أو هموم، يعني حبة هموم هتكون في حياتكم وهتروح وهتعدي بإذن الله. بس عندكم طاقة أمل هتتفتح لكم بإذن الله، هتكون لكم دي بقى طاقة حلوة. آه ان انتوا عندكم في خير ورزق وسعادة في رقم 8، في خير و8، وفي خير ورزق وسعادة، وحاجات هتكون متضاعفة، رزق متضاعف مش حاجة هتكون قليلة، وفي عندكم اتمام امر ليكم، وسعادة هتكون بالضعف، مش سعادة في امر واحد، لا كذا حاجة. يعني عندكم ما شاء الله رقم 8 رزق وسعادة وفرحة ليكم، ربنا يفرح الجميع يا رب ويفرحنا معاكم. اللهم امين يا رب العالمين. حاولوا تخلي بالكم من واحدة ست كبيرة، يعني دي عاملة زي ما تكون كده بتخبطكوا او تضربكوا بالطوب، مش كويسة خالص. دي كبيرة وبتحاول تأذيك بكل الطرق، فلازم تخلي بالك، مش شخصية مش كويسة. والله يعينكم يا رب. حياتك هتتحسن كتير الفترة الجاية، بس محتاجة منك الإصرار والعزيمة والتحدي، ومحتاجة ان انت ما تيأسي، ومحتاج ان انت ترمي اي حاجة زعلتك تحت رجليك، ومحتاج ان انت تعافر في الحياة حبة، لان المعافرة دي مطلوبة، هي هتجيب معاك النتيجة. لان عندك في انفراجات كتيرة، وبإذن الله هيكون عندك في انفراجات بإذن رب العالمين، ودي انفراجات حلوة جدا. لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. وإن شاء الله هيكون في عندكم خير والسعادة. حاولوا على قد ما تقدروا إن انتوا تحصنوا نفسكم وتقروا سورة البقرة يا حبايبي. فهمتوا حبايبي؟ يلا صلوا كده على الحبيب يا حبايبي، صلوا على الحبيب كده واستغفروا، وحاولوا تحصنوا نفسكم على قد ما تقدروا. فهمتوا حبايبي؟ انت حد في حياتك ممكن يكون ليكوا عودة، برج الأسد. ممكن يكون انت لو انت عندك في علاقة ثلاثية، او في حياتك في علاقة ثلاثية، العلاقة دي انت هتخلص منها الفترة الجاية، او العلاقة دي انت هتخرج منها. في حد منكم هيخرج من العلاقة الثلاثية ديت في رجوع. ممكن يكون حد هيخش حياتك من برج الأسد، بعد ما تسيب بقى العلاقة، سواء بقى ثلاثية أو مش ثلاثية. ممكن انت تفك علاقة أو تسيب علاقة، هتلاقي نفسك ان انت حد جديد دخل في حياتك قدم لك الخير. طب أنا ما فيش عندي أسد، ممكن يكون حد جديد هيخش في حياتك الفترة الجاية، وده بإذن الله التعويض عن الشخصية اللي بتلف وتدور حواليك كده. في ناس منكم هترجع لشخص قديم، يعني ممكن العلاقة مزيفة، علاقة كده واقفة في المنتصف، عرفتها من فترة. ممكن تكون علاقة قديمة، لكن انت ممكن تكون حصل منها موقف وتتخلص منها، او يحصل اي شيء. المهم ان في شخص قديم يرجع يبادر ناحيتك من تاني.
ويقرب منك و... ويقدم لك حاجات حلوة، وترجعوا لبعض تاني لو انتوا تعرفوا بعض، او حد جديد هيخش في حياتك. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت ممكن تكون انت مصدوم في الشخص، انت عندك صدمة، ممكن الشخص ده يكون كويس معاك يوم وعشر ايام لا. يعني بيقول لك ايه، النهارده حلو وبقية الايام كلها ايه، انت الدمعة نازلة. ممكن بتبكي قوي من الشخص ده، لان هو آه بيكون كويس، وساعات يكون اون واوف معاك. يعني بتكون رد فعل الشخص ده اون واوف باستمرار. ممكن النهارده يكون كويس وبكره مش كويس خالص. ممكن يكون الشخص ده انت انت هتتخلص من العلاقة دي. لو انت مش عارف تتخلص من العلاقة دي، انت اللي هتعلمه الدروس، هتديله دروس اللي هو بيها يرجع يتمنى ان هو يكون معاك تاني. طب انت هتديله دروس ازاي؟ لكن انت شايل من الشخص ده جدا. الشخص ده ممكن يكون حصل بينكم مشاكل كبيرة، ممكن يكون حصل خناقة مرة واتنين وتلاتة. انت راضي بمشاكله، دايما راضي، لكن الشخص ده احساسك ان هو مش معاك صريح، او جواه حاجات مش بيصرحك بيها. يعني الشخص ده مش بيصرح لك، عنده فيه اسرار خاصة. دايما عندك شك في الشخص ده ان هو عنده علاقة تانية او مع حد تاني، مش موجود في حياتك، مش معاك كويس، بقاله فترة متغير عليك. ممكن يكون وفعلا هو عنده علاقة تانية، او ممكن يكون عارفين اللي اللي يخليك ان انت تجري وراه باستمرار. هو عايزك ان انت تجري دايما باستمرار، وتندم ويبقى في ندم، وتقول له معلش، وتقول له ويقول لك ان انت تقول انا اسف وسامحني. انت مش هتعمل كده، انت عامل زي ما اكون مليت ومن سامحني ومعلش والحاجات دي. عندك في بديل للشخص ده، بس خلي بالك ان الشخص ده هيرجع يتمسح ليك في يوم من الايام، وهيقول لك سامحني، انا عايز اكون معاك من تاني، انا فقدتك وفقدت العلاقة وفقدت وجودك معايا. انا مش حاسس بالوجود ده، مش حاسس ان انا ماسك حاجة ثمينة في ايديا، ضاعت من ايدي. حاول ان انت ترجع لي. عندك انت الاختيارات. علاقة جديدة بقى هتخش في حياتك وتشغل حياتك، يا اما انت هتحط دماغك في شغل جديد هتعمله الفترة الجاية عشان تبني مستقبلك، تبني حياة جديدة. هتدعم نفسك. ممكن تكون بتسيب مكان فعلا وتسكن في مكان جديد. كل ده هيشغلك وكل ده هياخد وقتك، وده انت اللي هتكون عندك الاختيارات الجديدة دي، وانت اللي هتفتح له بقى، مش هتفتح له صدرك بقى زي الاول وتقول له انا مسامحك والحاجات كتيرة دي. زي انت بتكاوم حية عندك في الحية دي، انت بتكومها وحد كده ماسكها من ديلها مرابتها. آه دي مش هتقرب منك ولا تقدر تلمسك، لان في بينها وبينك بعد، في بينكو بعد، مش هتقدر انها تلمسك. في ناس منكم، مش كلكم، في علاقة انت بتمر بيها فيها برود. ممكن تكون في شخص في حياتك مسبب لك اكتئاب، مسبب لك ملل، مسبب لك
عارفين زي ما بيقولوا كده، مفيش حاجة جديدة، مفيش حاجة حلوة، عايزة ابعد، عايزة اكون لوحدي. عندك في علاقة كده، دي علاقة تانية. الشخص دي بيعافر عشان يكون آم، عايز يرضيك، بس انت مش حاسس او انت مش حابه. انت جنب الرضا بتاعه عامل له علامات، عامل له علامات كده حمراء. ممكن يكون شخص شخص كده عنده بقى المسؤول، وده غلط وده صح، وبيدخلك في حالة كده ان ده غلط 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 وده ما يصحش، ويديك بقى يقول لك بيديك مواعظ، وانت مش عارف تتحمل، مش عارف تتحمل. كل شوية بيديك بقى ايه، انذارات ان انت ده غلط ده صح ده غلط. انت هتبعد، ممكن تبعد، هتروح تقعد عند حد، عند ناس، ممكن تسافر في مكان، ممكن تهرب في اماكن، بسبب ان الشخص ده انت عايز تبعد عنه حبة. في عندك شراكة بينك بين اخ او صديق او حد، انت كنت بترتب للشراكة دي، والله اعلى واعلم، بس انت عندك شراكة انت هتدرسها كويس الفترة الجاية، يا اما شراكة دراسة معينة عشان تطور نفسك في حاجة معينة، وان شاء الله هيكون عندك في تطور. في عندك استلام فلوس بإذن رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. في ناس منكم هيكون عندها في حمل، انتوا نفسكم في الحمل، لكن الحمل ده الحمل ده عايز علاج، عايز متابعة، تجروا يعني. ممكن يكون في حد منكم حد عنده مشكلة في تأخر الإنجاب، فلازم يكون في حبة علاجات ونسعى. وفي مثلا بيقول لك اسعى عبد ونسعى معاك، وبعدها ان شاء الله هيكون عندكم في حمل. عندك في مسؤولية انت شايلها. ممكن يكون عندك في اولاد بتدرس، او في حد بيدرس ومصاريفه عالية عليك. ممكن حاجة دي مضايقاك الفترة ديت، ولكن انت بتعدي من المرحلة دي وبتدفع وبتعمل، لان انت ما بتفكرش ان انت تحرم الشخص ده. الشخص اللي انت إن كان بقى ابنك، حد قريب منك، انت ما تقدرش تحرمه من حقوقه، وبتيجي على نفسك جدا عشان ما تحرمش الشخص ده من حقه عليك. دي مسؤولية كبيرة، وانت ماشي في المسؤولية دي للنهاية بإذن رب العالمين. في اعتذار هيجيلك، ولكن انت هتقبل الاعتذار ده في حالة واحدة، ان الشخص ده ما يقولكش قدم تنازلات. الصلح ده صلحه بتنازلات، وانت مش عايز تنازلات تاني لأي حد. في عندك هتستلم مفتاح الفترة الجاية، بتستلم بقى مفتاح عربية، بيت، مفتاح حاجة، ان شاء الله ربنا يوفقك فيها. في كمان حد منكو تعبان، وانت هتقف جنبه الفترة الجاية. حد قريب منك، اخ، اخت، او عم، خال، حد قريب منك. الحد ده تعبان، تعبان نفسيا، مر بظروف وحشة، او هو فعلا، وانت هتحل المشكلة، وانت هتكون حكيم جدا. ممكن ناس تستدعيك وتكون شاهد في حاجة، وان شاء الله هتكون موفي فيها بإذن رب العالمين. يعني انت اللي هتكون واقف مع الشخص ده. آم، وفي منكم حوامل بالفعل، ربنا يقومهم بالسلامة يا رب، يا رب. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وانت كمان هتحدف ناس من حياتك، هتخرجها برا، لان انت ناوي تعمل فرطلة، وهتخرج الناس المؤذية اللي موجودة جوه حياتك.